أشهر تمثال في العالم وأحد أهم رموز الحضارة الفرعونية، ومن أكتر الآثار اللي انتشرت حواليها الشائعات. إيه بقى حكاية تمثال أبو الهول؟ وإيه الإشاعات اللي بتدور حواليه؟ وهل هي صحيحة ولا لأ؟ اتفضل اشترك في القناة، فعل زر الجرس، وتعال أقول لك حكاية أبو الهول. أهرامات الجيزة أشهر منطقة مصرية على الإطلاق، وممكن نقول أشهر منطقة آثار في العالم. هي اسمها منطقة الأهرام أو أهرامات الجيزة أو الهرم، بس تمثال أبو الهول لا يقل في شهرته عن شهرة الأهرامات نفسها. مش هتلاقي صورة ولا فيديو للمنطقة غير لازم يطلع فيها تمثال أبو الهول. وزي ما معظم الناس عارفة، ده تمثال اتبنى على شكل جسم أسد ترمز للقوة، وراس إنسان ترمز للعقل والحكمة، مجمع القوة والحكمة. غالبا وبناء على دراسات علماء المصريات إن صورة الإنسان دهوت هو الملك خفرع اللي بنى الهرم الثاني، وطبعا بنى أبو الهول. خفرع ده ابن الملك خوفو باني الهرم الأول أو الأكبر. تمثال أبو الهول مصنوع من الحجر الجيري، قطعة واحدة من الحجر الجيري اتنحتت واتشكلت على شكل أسد برأس إنسان. طبعا مش هنسأل ازاي عرفوا يشكلوا قطعة واحدة من الحجر الجيري في الوقت بتاعهم دهوت، دي من معجزات الفراعنة اللي احنا اتعودنا عليها. ارتفاع التمثال حوالي 20 متر وطوله تقريبا 73 متر. ووفقا للروايات ان هو اتبنى بواسطة الملك خفرع حوالي سنة 2530 قبل الميلاد، وكمان بنى معاه المعبد الأوسط اللي هو معبد خفرع. طب في حد تاني شارك؟ في ملوك تانيين شاركوا في بعض الإضافات للتمثال، زي الملك أمنحوتب الثاني اللي في سنة 1427 قبل الميلاد بنى معبد في مربع المعابد بتاع أبو الهول. والملك تحتمس الرابع بنى اللوحة الشهيرة اللي بين أقدام أبو الهول. وفي بعض الناس بقى بتختلف، هل في ملوك تانيين أضافوا إضافات تانية ولا لأ؟ دي مش مؤكدة أوي. المعبد الجنائزي اللي بناه الملك خفرع بالقرب من التمثال ده الباحثين بيعتبروه الدليل الأكبر على إنه الملك خفرع هو اللي بناه. وزي ما قلنا في ملوك تانيين، وفي بعض الناس بتقول إن الملك خوفو والملك جديفرع، خوفو ده والد الملك خفرع وجديفرع ده أخو الملك خفرع، إن هم كمان كان ليهم يد في بناء أو تطوير التمثال والمعابد اللي حواليه. ووصلت بقى نظريات البنى إلى حاجات تضحك، إن في ناس مخلوقات فضائية هي اللي بنته، وده طبعا مفيش أي دليل مادي عليه خالص. أما تسميته بأبو الهول طبعا واضح قوي إن دي كلمة عربية، الهول اللي هو الرعب أو الخوف أو الفزع. فالنظرية اللي بتقول إن العرب هم اللي سموه، إن هم أطلقوا الاسم ده عليه نتيجة شكله الهائل اللي يخوف الكبير، فسموه أبو الخوف أو أبو الرعب أو أبو الفزع. في بقى نظرية تانية بتقول إن اسم أبو الهول دهوت لأ، ده اسم فرعوني محرف من الاسم الأصلي أبو حول أو بير حول، اللي معناه في اللغة المصرية القديمة بيت العين أو بيت الحارس، كأن في ده حارس بيحرس منطقة الأهرام. وبرضه لحد دلوقتي مش عارفين نرجح أنهي على أنهي. حتة بقى إن مناخير أبو الهول اتكسرت لما نابليون حاول يعني يذبح القطة للمصريين في الحملة الفرنسية، أو إنها جت صدفة وهم بيجربوا استخدام المدافع بتاعتهم، كل ده كلام خاطئ تماما مفيش عليه أي دليل. أمال إيه اللي خلى مناخير أبو الهول تنكسر؟ عوامل التعرية، عوامل الزمن، زي ما هي مأثرة قوي في شكله ومخلياه متجرح مش ناعم،
ومخلياه حتت بارزة وحتت داخلة لجوه. دي عوامل التعرية بقاله آلاف السنين. والحجارة الجيرية دهيت المصنوع منها أبو الهول دي بتتأثر قوي بعوامل التعرية. يعني يشكر جدا إن هو بقاله آلاف السنين ولسه موجود ومحتفظ بشكله. لو مناخيره بس اللي وقعت ماشي مفيش مشكلة. وفي نقطة تانية مهمة قوي، عوامل التعرية دهيت كان ممكن تقضي على التمثال خالص وتخلص عليه ويختفي، لولا انه قضى آلاف السنين مغمور في الرمال. اغلب التمثال لغاية قريب كان متغطي كله بالرمل. وكانت اشهر محاولة لازالة الرمال من حوالين ابو الهول كانت محاولة المستكشف الايطالي جيوفاني باتيستا في سنة 1817 ميلادية، وعمل ميزانية كبيرة وجمع 160 شخص يحاولوا يزيلوا الرمال من حواليه، وفشلت فشل ذريع لغاية ما تمكن أخيرا عالم الآثار المصري سليم حسن من إزالة الرمال من حوالين أبو الهول بالكامل سنة 1939. أبو الهول أحد أشهر التماثيل اللي دارت حواليها إشاعات. ظهرت إشاعة كده قريبا بتقولك إن عينه غمضت، وظهرت له صور إن عينه مغمضة. الكلام ده خطأ تماما، والدكتور زاهي حواس خبير الآثار المصري العالمي نفاه تماما. في فيديوهات كتير وفي مقالات كتير بتقول إن التمثال ده هو تحتيه سراديب وحجرات سرية، ولما فتحوا لقوا فيها كذا وكذا. كل ده كلام فاضي. التمثال تحته معبد زي أغلب المعابد الفرعونية ومفيش أي حاجة أكتر من كده. لكن يظل تمثال أبو الهول أحد معجزات الفراعنة، إنهم يقدروا يعملوا تمثال بالحجم ده وبالإتقان ده من قطعة واحدة من الحجر الجيري، ويفضل آلاف السنين وبرضه محتفظ بشكله وهيئته. هم دول الفراعنة. حكايات الفراعنة والحضارة المصرية القديمة ما بتخلصش، ولسه عندي منها كتير قوي. لو سعادتك غاوي وبتحب حكايات الفراعنة والحضارة المصرية القديمة زيي، يبقى اتفضل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار أول ما انزل فيديو جديد من حكايات الفراعنة والحضارة المصرية القديمة.